السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. اللي عملوا تشيلسي اليوم مش مباراة، هذا استعراض قوة. البلوز طلعوا على ستانفورد هم فاهمين كل تفصيلة في برشلونة، سيطروا من أول دقيقة إلى آخر دقيقة، أداء ونتيجة واكتساح حتى قبل ما ينطرد لاعب مين البارسا. وإذا بدنا نحكي عن السر اسمه ماريسكا. هذا المدرب عن جد مش طبيعي، حافظ المباريات الكبيرة حرفيا. شفناه بكأس العالم للأندية قدام باريس، شفناه بالبريمير ليج قدام ليفربول، واليوم رجع نفس الوصف بأسلوب أقوى ضد برشلونة بدوري الأبطال. ماريسكا صار يثبت يوم بعد يوم إنه فريقه صعب، هو نفسه المشكلة اللي راح أي خصم يواجهها بصعوبة خلال الفترة القادمة. تشيلسي اليوم فريق فاخر، خروج بالكرة من الخلف بدون خوف، نقل سريع، تنظيم عالي، خط وسط. شفنا اليوم آلة حرب، افتكاك، صراع، ضغط، قطع كرات، كل شيء. والهجوم شرس، بيعرف يضربك بالمساحة، بيعرف يخنقك لما بتكون الكرة معك. فريق كامل متكامل، فريق جاهز يؤذي برشلونة بكل الطرق الممكنة، وهذا فعليا اللي شفناه على أرض الملعب. طبعا على الطرف الثاني برشلونة فريق ضايع قبل الطرد وبعد الطرد، ما شفنا اشي فعلي غير صراحة فرصة توريس بالبداية، بعدها وسط برشلونة كان غايب عن الوعي، افتقاد بدري واضح، ودي يونغ للأسف ما قدر ياخذ الدور المناسب وفقد كثير كرات. وكل هذا أعطى تشيلسي مفاتيح الهدف الثاني والثالث. الصراحة فليك زاد الوضع سوء بتبديله بين الشوطين، دخل راشفورد بدل ما يقوي نص الملعب. يعني أنا بدي أحكي إنه عندك لاعبين مثل كاسادو وكريستينس أو عندك أولمو، كان لازم حد يضبط الوضع ويرجع التوازن، بس التبديل كان وكأنه الفايز مش الخسران. وإذا بدنا نحكي على الأخطاء الفردية، أروخو كالعادة بالمواعيد الكبيرة بغلط أغلاط كبيرة بالرغم من اللياقة العالية عند هذا اللاعب، لكنه أعتقد لا يصلح أن يكون قائد الدفاع في فريق مثل برشلونة. تشيلسي قدم مباراة التاريخ، مباراة بتدرس، وبرشلونة مباراة لازم تتنسى بأسرع وقت، لأنه بهاي الصورة صعب جدا يفكر ينافس في دوري الأبطال.